صلوا عليه شافع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. صلوا على اللي هيشفع فينا لما بنصلي على نبينا، بيصلي بيها الله علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب دايما تكونوا بخير وبأفضل حال. وحلقة جديدة معاكم النهاردة إن شاء الله. أنا وشهد في المطبخ هنعمل أحلى بطة محشية رز بطريقة كده كويسة، هتخلي رز البطة بتاعتك مش معجن وبيلمع وطريقته زي الفل. يلا بينا على بركة الله نشوف الطريقة، وبتمنى لكم دايما مشاهدة ممتعة. هنا بقى احنا جبنا بطايه من على السطوح وذبحناها ونضفناها تنظيف كويس جدا، وغسلناها بالدقيق والملح والخل، وسبناها كمان نقعت شويه، وما شاء الله معانا كده نظيفه وزي الفل. النهارده بقى اللي هتطبخ البطه معاكم هي مين؟ انا. هي شهد. هنخليها بقى بما ان احنا في الاجازه كده من المدرسه، بدخلها المطبخ معايا وتبدا كده ايه الحاجات الخفيفه تعملها. فشهد هتقول لنا ايه اللي احنا هنستخدمه لتتبيل البطه وكمان للمحشي. معاكي ايه بقى في المكونات يا شهد؟ اول حاجه معايا بصلتين كبار مقطعاهم مكعبات صغيره، ومعلقه فلفل اسود صغيره، ومعلقه بهارات فراخ، ومعلقه ملح، ومعلقه كمون، ورشه شطه. دول كلهم معلقه صغيره. ماشي. وطبعا البطه ومعانا لحشو البطه رز، يعني كوبايتين. لا مش كوبايتين خالص يا شهد، يا دوب كده حفان بايديكي كده على قد البطه، زي ما شهد عملت بايديها كده. احنا اخدين بالظبط كده. طبعا الرز ده هيتنقى كويس جدا وهيتغسل، بس قبل ما نجهز خلطه المحشي يا شهد عايزاكي بقى ايه تتبلي لنا البطه. فانت الاول هتعملي ايه بقى؟ هنتبل البطه. اول حاجه يا جماعه في طبق فاضي هاخد نص كميه البصل. وبالنسبه يا جماعه اللي سالوا شهد في سنه كام، شهد في سنه 6. اللي سال انت بتدخلي شهد معاكي المطبخ هي في سنه كام، شهد في سنه 6. ورشه ملح، رشه بهارات، معلش هو كمون، ورشه فلفل اسود، ورشه بهارات فراخ، ونسيت رشه صغيره جدا من الشطه. ايوه شاطره. هنمرط بقى البصل بايدينا كده عشان طبعا غسله ده كويس جدا. جامد. ودلوقتي يا جماعه بعد ما مرقت البصل هبدا كده بسم الله اتبل البطه بتاعتنا من جوه بقى وكله. كلها ومن فوق وكله. وكمان ماما فتح لنا فتحه هنا كده، هبدا كده بسم الله اني ادخل البصل. فاضل حبه صغيرين كده هروح حطهم بقى على البطه من فوق. هنركن يا جماعه البطه بقى بالتتبيله، وهنبدا نجهز الحشو. وهنبدا يا جماعه نجهز الحشوه. هننزل بقى باقي كميه البصل، وهننزل برشه ملح، رشه كمون، شطه، بهارات. فلفل اسود. لا زودي بقى يا شهد كمان الفلفل الاسود شويه، اكتر حاجه تزودها في البهارات دي الفلفل الاسود. رشه كمان من الملح بسيطه. ادعكي بقى هنمرط. المرته دي يا جماعه كده لما بتمرطيها بايدك بتخلي نفس البصله كويس جدا مع الحشو. دلوقتي بقى يا شهد هات الرز. هنزل بكوبايتين يا بنتي مش كوبايتين كده. ايوه ايوه كده، مش كوبايتين خالص، يعني البطه صغيره هتاخد شويه رز صغيرين. كوبايتين دول بقى دول اللي يعملوا حله رز مش حشو بطه. قلبهم بقى مع بعض. دلوقتي بقى هناخد الرز اللي معانا ده وهنديله تشويحه على النار في شويه سمنه وشويه زيت من غير اي حاجه خالص. ودلوقتي يا جماعه حطيت حله على النار، هنزل فيها كده بقى بمعلقه من الزيت بسم الله، وكمان معلقه صغيره من السمنه.
وهنستنى بقى الزيت والسمنه دول يسخنوا شويه، وهنزل بالرز علشان اديهم تشويحه كده معاهم. تعالي يا شهد، يلا يا شهد نزل الرز. ننزل بقى الرز اللي احنا عملناه. ممكن بقى في ناس بيضيفوا مع الرز دي مكسرات، اللي يريحك. عايزه تضيفيه، عايزه تضيفي جزر، عايزه تشوحي معاهم كبد وقوانص، اللي انت حابه تضيفيه في الحشو ضيفيه. ودلوقتي يا جماعه شهد بتقلب الرز، انا مش هسويه اصلا، انا يا دوب بس عايزاه يتشمع من بره كده بالسمنه والزيت، وكمان مش هضيف عليه اي ميه خالص، لان البط من الحاجات اللي بتاخد وقت شويه في التسويه يا شهد، فبنسيبها بقى شويه كده، بنضمن ان هي هتسوي الرز كويس، وبتاخد وقتها في التسويه. خلاص يا شهوده كفايه كده على الرز اهو يا جماعه. زي ما انتم شايفين الرز غير لون بسيط، وكمان خد له تشويحه كويسه مع السمنه والزيت والبصل. دلوقتي يا شهد الرز جاهز ان انت تحشيه، بس هتسيبيه يهدى شويه كده علشان تعرفي تحطيه جوه البطه. بعد ما سبت الرز بتاعنا يهدى هجيبه بقى في البطه. ما شاء الله ريحه الرز جميله جدا. زي ما قلت لكم لو حابين تضيفوا اي حاجه مع الرز ضيفوا عادي، مفيش مشاكل. نحشيها كلها. بنحشي من هنا؟ لا البطه ما بتحشيش من هنا، من بطنها بس. ايوه من جواها بس، لانك انت يا شهد حاطه من جوه بصل وفلفل اسود وحاجات، فانت كده كده مطعمه اللحم. ما تملهاش بقى جامد، لان الرز انت عندك الرز ما استواش، لسه هيكبر تاني. ايوه شاطره. كفايه. حطي كمان معلقه، لانك انت مش مدخله الرز جوه، دخلي جوه شويه بس، هو هيفرد، هو هيكبر لوحده. دلوقتي بقى هنقفل على البطه. هتعرفي تقفلي عليها؟ نعملها كده اهو. ايوه فعلا زي ما انت شغاله. مش عارفه اعملها. طيب انا هعملها بكده. ودي يا جماعه البطه بتاعتنا بعد ما قفلتها. انا قفلتها كده، كتفتها زي ما بكتف الفرخ. حابه انت تخيطيها او حابه تعمليها بالخله اللي يريحك. هاتي بقى شاد السكينه وفي جنب كده ادي بقى، ايوه هنا بالظبط، ادي البطه طعنه كده بره، حاسبه تحور نفسك. كمان واحده الناحيه التانية هنا. ايوه هنا كده. طيب تفتكري بقى احنا بنعمل كده ليه؟ عشان تستوي من جوه. ايوه برضه علشان تستوي من جوه، وكمان الرز اللي جوه ده يدخل له كمان شويه مرقه كده من الفتحتين اللي احنا عملناهم في البطه دي. دلوقتي بقى تعالى انا وانتي نجهز المرقه الجميله والبوكيه جرنيه بتاع البطه. يلا بينا. اول حاجه حطيت حله على النار وفيها ميه. الميه يا شهد لازم نستنى لما الميه تغلي، ما ينفعش ان انت تنزلي بالبهارات والحاجات اللي انت هتطعمي بيها المرقه غير لما الميه تغلي. ليه بقى؟ تستني لما الميه تغلي، واول ما تحطيها كل حاجه هتخرج كده مع غليان الميه على طول، لكن لما تحطها الاول وتاخد وقت طويل في الميه على ما تغلي نكهتها بتقل شويه. فاحنا عايزين كده كل نكهه من كل حاجه نحطها تطلع لنا كده في طعم البطه بتاعتنا. دلوقتي بقى يا شهد هاتي مكوناتك اللي انت هتحطيها هنا. هاتي ايوه ورقتين كده من عودين قرفه. بصوا يا جماعه مبدئيا كده، ودي يا شهد ليك انت كمان، لما تضيفي البهارات بتاعتك صحيحه هتاخدي شوربه شفافه وجميله جدا. فهي حطت يا جماعه عودين قرفه، وكمان هتحط ورق لورا. كام ورقه؟ كفايه اللي انت حطيهم دول. هاتي بقى 4 فصوص حبهان. ايوه ده حبهان، برافو عليكي. وكمان هاتي فصين بس قرنفل. من قرنفل؟ ايوه ده قرنفل اللي هو المسمار ده يا جماعه. هاتي 2 بس ايوه كده بالظبط. هتبقى شويه فلفل اسود حصى من دوت بس كفايه. هتبقى الجزره والبصل. يبقى احنا حطينا فلفل اسود حصى، وحطينا عيدان قرفه، وحطينا حبهان وورق لورا، بصله صغيره، وكمان جزر. ودي كمان رشه بسيطه من البهارات. الميه بتاعتنا دلوقتي جاهزه ان احنا ننزل فيها بالبطايه. تعرفي تنزليها ولا انزلها؟ انا هنزلها على بطنها. لا تنزل بقى. ايوه تنزل على ظهرها. قربي سمي الله كده. بسم الله. بسم الله. يا جماعه على ظهرها مش راضيه. دخلت اهي. هتفتري على البطه. زي ما انتم شايفين يا جماعه كده شهد نزلت لنا البطه في الميه على ظهرها. تمام. هنسيبها بقى شويه كده، يعني 10 دقايق الميه تغلى على البطه، وبعد 10 دقايق او ربع ساعه هنهدي النار ونضيف الملح. تمام. هي شهد دلوقتي هتسيبنا وتروح الدرس لان الاستاذ اتصل علينا.
فانا هكمل البطه ابقى احمرها معاكم بقى على ما هي تكون جت من الدرس، تكون البطايه بتاعتنا استوت وكمان المحشي استوى وندي بقى. وادي يا جماعه ما شاء الله البطه بتاعتنا الميه ما شاء الله عماله تغلي عليها، زي ما انتم شايفين المرقه بتاعتنا شفافه وحاجه جميله جدا. لو حطيت البهارات صحيحه في اي مرقه ما شاء الله هتاخدي احلى شوربه واحلى مرقه. دلوقتي بقى جاهزين ان احنا ننزل بالملح، وهدي شويه بقى واسيب البطه تستوي براحتها خالص، وباذن الله نحمرها ونقدمها معاكم ان شاء الله. وادي يا جماعه ما شاء الله البطه بعد ما خرجتها من الميه ما شاء الله واستوت. حابه تختبري بقى البطه تعرفي ان هي استوت، ممكن تضغطي عليها من اي حته كده تلاقيها طريت شويه، او تكسرها من الرقبه لو انت سايباها فيها، او تكسرها من هنا كده. لو اتكسرت معاكي البطه بسهوله هتلاقي ان تعرفي بقى ان البطه استوت. دلوقتي بقى جاهزه ان احنا نحمرها. انا هحمرها على البوتاجاز في طاسه على النار، حطيت فيها معلقتين او 3 كبار من الزيت ومعلقه كبيره من السمنه. حابه انت تحمرها في الفرن تمام تحت الشوايه يعني. دلوقتي بقى جاهزين ان احنا ننزل بالبطه، هنسيبها بقى تحمر كويس من كل الاتجاهات ونقدمها. ايه دي يا جماعه البطه بتاعتنا بعد ما حمرناها. يا رب تكون عجبتكم، شكلها جميل جدا زي ما انتم شايفين. مش تنسوا بقى تعملوا لايك شير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من عندنا ان شاء الله. وباي باي.